كده انتوا عرفتوا احنا فين. احنا في اسكندرية المحروسة، احلى كبدة في مصر. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من دوري ابطال الاكل على سبراي فود. والنهاردة معانا دوري ابطال الكبدة. وطبعا الكبدة يبقى ايه؟ اسكندرية ومحلات اسكندرية، الكبدة الاسكندراني. والنهاردة معانا 3 محلات، منهم محلين جامدين ومحل طبعا مختلف عنهم، اجمد كبدة، يعتبر اجمد كبدة في مصر، وهو طبعا هتعرفوه في الحلقة. فيلا ندخل في الحلقة على طول. ودلوقتي معانا طبعا أشهر محلين بيقدموا كبدة: كبدة الفلاح، أشهر محلات الكبدة في مصر، وكبدة الحرش اللي فتح مستحدث بينافس الفلاح في اسكندرية. هنقارن ما بينهم، ومعانا التالت هتشوفوه في الحلقة. يا ترى هيبقى مين؟ ندخل على طول. معانا دلوقتي سندوتش كبدة الحرش. معانا كبدة الحرش دلوقتي اهو. يعني ايه؟ سندوتش حلو برضو، طعمه كويس وجميل، واعتقد يعني هو برضو بينافس الفلاح بقوة، وهو طعمه برضو كويس وسعره مناسب جدا. سعره 15 جنيه، فسعره مناسب جدا وكويس، وسندوتش كامل فكويس. وطعمه حرش بقى، سبايسي شوية، التوابل فيه عالية شوية وسبايسي وحرش على رأي يعني ايه، اسم على مسمى بالظبط، حرش حرش. طبعا انا عمال بقى اكل وكده، والقطط بقى حواليا ايه، شمت الكبدة لازم طبعا تهجم، قطط جعانة هي اكلت القطط بقى ايه كل حاجة. وندخل على كبدة الفلاح. والفلاح من اجمل محلات الكبدة في مصر، يعتبر اجمد محل كبدة في مصر. طبعا هو بيستخدم كبدة مستوردة كمحلات الكبدة التانية، بس التسوية بتاعته والتتبيلة حلوة جدا، ويعتبر اجمد كبدة في مصر. هو من وجهة نظري الحرش ولا الفلاح، الاتنين جامدين بصراحة، بس اميل للفلاح، والحرش هيبقى التاني. وفي الحلقة بقى هنشوفوا مين هيبقى اجمد كبدة في مصر، ودي هتبقى كبدة مختلفة. دي كبدة بلدي 100%، يعني بتاكل كبدة نضيفة، طعم نضيف، طعم جميل. وانا بقى كنت ايه، باكل القطط، والقطط بقى حواليا كده ايه، فديتها حتة كبدة، كام حتة كده ايه، عشان تبعد عني وتحل عني وتتكل على الله. والقطة بقى ايه يعني ايه، عشق طبعا، لقيتني باكل كبدة فلازم تخمس معايا.